بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يا رب العالمين. النهاردة إن شاء الله يا بنات، عشان أنا كنت منزله لكم قبل كده وصفات للحمل في توأم ذكور، ففي بنات طبعا أنا بحترمكم جميعا، كلكم اخواتي وصحابي وعلى راسي من فوق. في بنات قالت لي احنا ما نقدرش نشتري الادويه او تكلفتها هتكون غاليه علينا، لان طبعا انا كنت قايله انواع اقراص معينه وانواع حقن دي اللي بتساعد على الحمل في توأم ذكور، وكنت قايله لكم الاقراص دي تمنها بيكون غالي شويه، بتطلب من الامازون او موقع اي هيرب او ممكن تطلبيها عن طريق المواقع، ودي بتجيلك بسهوله عن طريق المواقع، توصيل للمنزل، وساعات بتكون متوفره في صيدليات معينه. تمام. ففي بنات كتير قالوا لي احنا مقدرتنا او ظروفنا ما تسمحش ان احنا نجيب ادويه بسعر عالي، فقولوا لنا وصفه طبيعيه في البيت تساعدني على الحمل في توأم ذكور وتكون مناسبه. فانا النهارده جبت لكم وصفه طبيعيه في البيت تعمليها تكون مناسبه وتساعدك على الحمل في توأم ذكور، لانكم غاليين عندي وانا ما اقدرش اتاخر عليكم في اي حاجه، يا اجدع واغلى اخوات ليا في الدنيا. ربنا يرزقكم جميعا الذريه الصالحه ويرزق كل مشتاق اللي بيتمناه يا رب العالمين. اولا كده، لو اول مره بتشرفيني او بتشوفيني، يا ريت تشرفيني بالاشتراك مع تفعيل الجرس ولايك للفيديو عشان يصلك كل جديد ان شاء الله. وهنبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، اشرف الانبياء وخاتم المرسلين، عليه افضل الصلاه واتم التسليم. هقول لكم طريقه الوصفه دي ازاي وبتتاخد ازاي وبتعمليها ازاي. هي زي ما انتم شايفينها كده، هي عباره عن تفاح. بتجيبي تفاح، ويفضل التفاح اللي هو الاخضر، التفاح الاخضر اللي هو زي اللي قدامك ده، ماشي. وبتجيبي القرنفل، التفاح والقرنفل، تمام. طيب اشمعنى الاخضر؟ الاخضر بيحتوي على عناصر بتكون مهمة جدا، من ضمنهم الحديد، وبيكون متركز فيه الحديد بنسبة اعلى، وهو بيكون افضل من التفاح الاحمر، تمام. طيب بعد ما جبنا التفاح الاخضر، لو مش متوفر خلاص هاتي الاحمر عادي، بس انا بقولك الافضل والاحسن. بعد كده هتجيب القرنفل، القرنفل اللي هو الشبه اللي انا حطاه في الصوره زي ما انتم شايفينه، ماشي. هتاخدي التفاح، هتجيبي القرنفل من السن بتاعه وتغرزيه في التفاحه زي ما انت شايفه كده، تملي التفاحه كلها حوالي، تخلي معاكي حوالي 30 قرنفله في كل تفاحه، حسب ما تاخد معاكي، حسب ما تاخد معاكي، تمام. بعد كده، بعد ما تخليه بتبيتيه ليله. طب انا مثلا عايزه اخد منه، بتاخدي واحده على الريق بالطريقه اللي انا هقولها لك دي. بس خلي بالك من حاجه، انت ممكن تسهلي الدنيا على نفسك وتجيبي مثلا تجيبي، هو المفروض ان انت بتاخديه من اول يوم للدوره لحد اليوم العاشر كل يوم واحده، من اول يوم للدوره لحد اليوم العاشر كل يوم واحده. ممكن تجيبي العشر وحدات دول وتحطي فيهم القرنفل وتحطيهم بره التلاجة، ما تحطهمش في التلاجة عشان يقدروا ان هما يمتصوا المواد اللي في القرنفل، تمام. يعني مثلا احنا طبعا كده كده لو انا سبتهم العشر ايام بره التلاجة هيبوظ، تمام. ممكن ان انا اسيب 5 بره التلاجة مش هيبوظوا خلال 5 ايام، والخمسة التانيين احطهم في التلاجة، وقبل ما اخلص اخر واحدة في الخمسة الاولانيين اطلع الخمسة التانيين احطهم بره. بكده انا سهلت الدنيا على نفسي وعشان ما يبوظ. بس هو ما بيتحط بره التلاجة بيقدر ان هو يمتص المواد الموجودة في القرنفل، افضل ما تحطيه جوه التلاجة. اما بيكون في برودة ما بيقدرش يمتص المواد اللي جوه القرنفل جامد. دي برضو نقطة مهمة جدا حابة ان اقول لكم عليها. طب باكلها ازاي دي؟ بعد زي ما قلت لك بتعملي الكميه اللي هما الخمسه، تمام، وتسيبيها على الاقل، اول واحده اللي انت هتاكليها تسيبيها على الاقل يومين قبل ما تاكليها، تمام. بعد كده تيجي مطلعه منها كل القرنفل اللي انت عملتيه ده واكلها كلها على الريق، تطلعي منها كل القرنفل ده وتاكليها على الريق. وتاخدي بعديها 3 شرائح من الاناناس اللي انا هسيب لك صورته في اخر الفيديو، 3 شرائح من الاناناس اللي انا هسيب لك صورته في اخر الفيديو بعد التفاحه دي، ماشي. الاناناس في ناس قالت لي هو مناسب مع الحمل في ولد، مناسب مع الحمل في ولد، مناسب مع الحمل في ولد لانه قلوي.
طيب بعد كده زي ما قلت لك هتاكلي التفاحه على الريق لمده 10 ايام، من اول يوم للدوره الشهريه لحد اليوم العاشر. كل يوم هتاخدي تفاحه تاكليها على الريق، وتاخدي بعدها 3 شرائح من الاناناس، وتاخدي بالليل كوبايه من المرميه او البردقوش، كوبايه من المرميه او البردقوش. تمام. الوصفه دي جربتها سيده مغربيه حملت بتوأم ذكور وربنا كرمها ما شاء الله. هي عمليه بالطريقه اللي انا هقولها لك. طب القرنفل اللي انا طلعته ده اعمل فيه ايه؟ القرنفل ده يا اما هترميه يا اما هتستفيدي بيه في تفاحه تانية. يعني ممكن تعمليه في تفاحه تانية مفيش اي مشكله خالص، او ممكن ترميه خلاص اتخلصي منه. لكن اكل منه لا، ما تاكليش منه. ولو عايز تاكلي تاكلي واحده بس، لان القرنفل حامي ما ينفعش تاكلي منه كتير. تاكلي التفاحه اللي انت حطيتي فيها القرنفل، وهي كده كده خرج كل المواد والزيوت الطياره اللي فيه في التفاحه. زي ما قلت لكم الطريقه دي مجرباها واحده مغربيه. الطريقه دي كانت مشهوره جدا على الفيسبوك والناس كتير تعرفها، مش يمكن مش انا اول مره اقولها. قلتها في القناه من فتره طويله جدا، قلتها من حوالي سنه. وجه اما حصلت مشكله في القناه كنت ماسحه الوصفه، واما جيتوا طلبتوا مني دلوقتي ان انا انزل لكم الوصفه، بما انكم محتاجين وصفه تكون بدون تكلفه عاليه، يبقى اعملي الوصفه دي وتوكلي على الله. ممكن ما تاخديش معاها اي منشط، بس تعمليها بالطريقه دي، وهي حاجه بسيطه ومش هتكلفك كتير. ان شاء الله باذن ربنا تفيدك وتكون سبب في حملك في توأم باذن الله عز وجل. بكده يا بنات انا خلصت الفيديو بتاع النهارده وقلت لك المعلومه. يا رب اكون افدتكم واكون ضيفه خفيفه عليكم، وقدرت ان افيدكم بالمعلومات اللي انتوا بتحبوها واللي انتوا بتقدروا ان انتوا تستفيدوا منها في القناه. ان شاء الله القناه مخصصه للحمل والولاده، فطبيعي ان انا اي موضوع بنزله في القناه بنزله عن الحمل والولاده. ولو في حاجه بحاول ان انا اغير من القناه، بحاول ان انا انزل موضوعات في حاجات بتبقى تخصني بس انتوا اخواتي وانا بشارككم فيها مش اكتر من كده. بكده يا بنات انا خلصت الفيديو. ما تنسونيش بقى من صالح دعائكم. هنزلكوا صورة الاناناس اهي دلوقتي اهي. دي الاناناس، بتاخدي 3 شرائح من الاناناس بالشكل ده، اللي هو الاناناس اللي شبه الشجرة. بتاخديهم بعد التفاحة دي على الريق من اول يوم للدورة لحد اليوم العاشر. وزي ما انا قلت لكم الطريقه دي مجربه وواحده ربنا كرمها، يعني مش اول مره هتجربيها، لا هي مجربه قبل كده. وطبعا التوأم ده بإرادة ربنا، ودينا خدنا بالأسباب وعملنا اللي علينا، والباقي على الله عز وجل. أسيبكم في رعاية الله وحفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.